يا مساء كل حاجة على عيونكم يا رب، ويا رب كل حد بيتمنى اي حاجة ربنا يحققها له اكتر من كده بكتير. وحشتوني قوي 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 من هنا لحد بكرة افضل اقول وحشتوني. بصوا بقى فيديو النهاردة فيه كده حاجات حلوة وتشجيع وتظبيط وكل حاجة. اول حاجة كده في بداية اليوم هنا كنت بعمل ايه قبل ما نرغي ونتكلم مع بعض عشان وحشتوني قد الدنيا. كنت بعمل جبنة كريمي بس بالجبنة القريش تبقى صحية اكتر. الجبنة دي حلوة قوي وطريقة سهلة قوي قوي قوي. بتحولوا الجبنة القريش لجبنة كريمي بتتحط عندكم في التلاجة تاكلوها عادي. علشان ايه؟ الجبنة الطبيعي دلوقتي اسعارها بتبقى غالية وكده، فتخلي بالكم من صحتكم يعني اكتر. ما بلاش نستخدم الحاجات اللي هي النباتية الدهن والكلام ده. وعشان الناس اللي مش بتعرف تجيب الجبنة الطبيعي دي اسهل. مش رخيصة برضو قوي بس يعني ايه تمام. قطعة الجبنة القريش دي كانت حاجة وعشرين جنيه تقريبا، وحطيت عليها حبة البركة وشوية لبن وبس كده. وبضربها ضرب بقى ايه مبرح بقى كده في الكبة لحد ما تتضرب قوي ويبقى القوام بتاعها كريمي. تقدروا تخففوا القوام براحتكم او تقللوه حسب شوية اللبن اللي انتوا بتحطوها. كمان تقدروا تعملوها بدل بحبة البركة تعملوها بالزعتر مثلا، بالطعم اللي انتوا حابينه. تعملوا عليها فلفل طماطم بالطعم اللي انتوا حابينه. المهم قبل ما نكمل كده طمنوني عليكم عاملين ايه واخباركم، وحشتوني جدا. عاملين ايه في الصيف اللي هجم علينا ده؟ النهارده الجو حر جدا وكأننا صيف قوي. تحسوا ان هو يعني الصيف مش مخلصه ان احنا نصوم كده والدنيا رايقة وطراوة وكده، لا اللي هو طب هتصوموا في الحر برضو؟ يا حبيبي ده احنا في شهر تلاتة، يعني لسه اول يوم في شهر تلاتة. بالمناسبة بعمل لكم الفويس اوفر النهاردة 1/3. الفيديو ده متصور من زمان قوي، بقاله اكتر من شهر. عندي كسل رهيب مش فاهمة ليه في التصوير، ما بقيتش اصور حاجة تقريبا. كل الحاجات اللي انا بنزلها لكم دي كنت مصوراها وسايباها كده ما عملتلهاش مونتاج. فقلت لا انا يعني بصراحة المود مش احسن حاجة خالص، فقلت لا اكتر حاجة بتظبط مودي هو بقى المونتاج وان انا اعمل لكم فويس اوفر واتكلم معاكم كده. فقلت لا يلا بينا بقى. بصوا عملت الجبنة كده، القوام بتاعها حلو قوي، وبحطها في علبة وبسيبها في التلاجة بتقعد كذا يوم. هي عشان جبنة قريش ما بتقعدش ايام طويلة زي الجبن التانية اللي هي الدومتي وكذا. بس انتوا ممكن بقى تبقوا تحطوا عليها شوية زيت زيتون، حاجة يعني كمادة حفظ يعني تمام. بس هي كده كده ما بتقعدش عندي كتير لدرجة ان انا احتاج مادة حفظ والجو ده. وبعدين انا كنت عاملاها في فترة لما كنت كده ما شاء الله عليا، لما كنت صحية. لسه بقالي فترة والله الدنيا بايظة معايا جامد في الاكل وفي كل الحاجات يعني. بس اعملوها بجد هتعجبكم قوي، طعمها حلو قوي يعني. بيخلي الجبنة القريش مش بقى هي جو الجبنة القريش وعيانين وكده، لا بتبقى طعمها حلو كأنها جبنة كريمي. بس المهم النهاردة الجو حر قوي. وعملتوا ايه؟ جهزتوا تجهيزات رمضان ولا لسه؟ برضو لسه ما جهزتش اي حاجه يا ولاد، ما جهزتش اي حاجه. اللي هو بس مش متوتره، عارفين اللي هو ما جهزتش اي حاجه ومش حاسه بتوتر يعني، او حاسه ان الموضوع صعب قوي لان مش حاسه ان انا هحتاج اجهز تجهيزات عميقه قوي يعني. وده حاجه برضو كنت عايزه اقول لكم عليها، ان انتوا دايما في وسط الفيديوهات التفريزات هنا وتفريزات هنا. شوفوا الحاجات اللي انتوا محتاجين لها ايه، يعني شوفوا الحاجات اللي انتوا محتاجينها. انا مثلا محتاجة افرز طماطم، محتاجة افرز كذا، خدوا منهم الافكار من الفيديوهات وخدوا اللي يناسبكم. مش لازم ان انتوا بقى ايه انا شفت الفيديو ده فرزوا كل حاجة حتى المية، فانا هروح افرز كل حاجة حتى المية. ولو ما عرفتش افضل قاعدة شايلة الهم ده انا ما عملتش وما سويتش. لا خدوا اللي يناسبكم بس. ايه اللي انتوا محتاجين فعلا تعملوه في بيتكم او في حياتكم؟ محتاجة مثلا كذا، انا بحتاج في رمضان افرز مثلا طماطم، بتسهل عليا وكذا، يبقى انا خلاص هعمل طماطم. دي اللي انا محتاجة اعملها. محتاجة اغسل مثلا حاجات الفراخ اللحوم اللي مش عارف ايه، اقسمها كذا، اللي هي غالبا هتلاقوا ان هي احتياجات الشهر العادية متضاف عليها حبة حاجات بس كده ايه بسيطة. يعني اللي هي بقى بتاعت رمضان فاهمين. فانتوا ما تأزموش نفسكم، ما تشيلوش الهم كده يعني وفكوا كده عادي. واعملوا كل حاجة واحدة واحدة ان شاء الله. ان شاء الله لما ابتدي اعملها اللي هو مش دلوقتي ان شاء الله هعملها معاكم. المهم كنا بنعمل ايه بقى هنا؟ كنت بعمل الكيكة.
دي كانت علشان الفلوج، شفتوا الفلوج اللي هو كنا مع بعض برا خارجين في الازهر بارك وكده ومع اهل مصطفى وكده. دي كانت الكيكة اللي كنت هاخدها معايا وانا رايحة، فلازم بقى نعمل حاجة كده بقى ايه محترمة وتشرف. كيكة اسراء عادية، كيكة عادية بس انا بعملها حلوة قوي. كنت بضيف فيها تركتين كده وجم معايا برضو بالصدفة والله. التركة اللي انا بحطها في الكيكة العادية دي كيكة بالبرتقال عادي، الفانيليا اللي بالبرتقال دي تحفة تحفة تحفة. بصوا من هنا لسنين جاية كده فظيعة، اللي هي الفانيليا اللي بالبرتقال من دريم دي ما بتحتاجيش تحطي معاها ولا برتقال ولا بشر برتقال ولا عصير برتقال ولا اي حاجة، هي بتدي الكيكة طعم البرتقال وحلوة قوي. في من دريم بالسكر وفي بالبرتقال. ده ان شاء الله لما اروح تاني، لان ما لقيتهاش في السوبر ماركت يعني اللي حوالين البيت تقريبا، هي موجوده في اماكن ولا ايه، لسه ما انتشرتش قوي. كلمتكم عليها على الانستجرام قبل كده من فتره طويله، من ساعه لما عملت الكيكه يعني، لان الخروجه دي كانت من زمان بتالي، من اكتر من فتره طويله يعني، بقالها اكتر من شهر او شهرين والله ما فاكره، الايام بقت تدخل في بعضها. المهم يعني ان ساعتها كنت منزله لكم الفانيليا دي وكده. فايه الحاجه اللي انا كنت مزوداها؟ جوزة الهند اللي انتوا شايفينها دي مبشوره، بحطها كده على الكيكه، بتخلي جوزة الهند تبقى مش باينه قوي وباينه في نفس الوقت في قطع الكيك، فبتبقى نقلاها في حته تانية كده، بتديها عارفين بتديها شياكه اكتر كده او تميز اكتر. فهي كيكه بالبرتقال عادي بس فيها جوزة الهند. تمام، كوبايتين دقيق اهم، وكيس كيك شيف او بيكنج باودر او اللي انتوا بتستخدموه، 3 بيضات، كوبايه لبن، كوبايه الا ربع زيت، كوبايتين سكر، فانيليا اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي دي اللي بالبرتقال، شويه جوز الهند كده بالبركه، وبس كده. وبضرب بقى كل ده الاول، ببتدي بالسكر والبيض والفانيليا واللبن والزيت، اضربهم كويس قوي، وبعد كده بنزل بقى البيكنج باودر والدقيق اخر حاجه خالص. والله العظيم عجبتهم جدا وحسوا كلهم بالجوز الهند وقالوا لا دي فعلا مختلفه ومميزه، فجربوها هتعجبكم قوي. حاجه بقى كمان اللي هو عارفين شقة عمري راح، فصلت الفويس اوفر عشان كانت اسيا جت عامله غاره. المهم بقى عارفين بقى شقة عمري راح يا فوزي وكده، وهو الكيتشن بتاعي للاسف يا جماعه، للاسف اللي شغال زي الفل قدامكم ده فجأة كده كنت بعمل معاكم فيديو بصور لكم كان العدس، يا ربي كنت بعمل فيديوهات بقى من زمان لسه حتى والله ما اتمنتجت. المهم كنا بنعمل العدس والدنيا تمام وسايباه لما يبرد وكل حاجه كانت زي الفل، فجأة لقيته بينور، بس كان قطعة الخلاط ما كانش الكبة ده، ما كانتش الكيتشن، ما كانتش القطعة دي. فجأة لقيته بينور كده من الجهاز من تحت، اللي هو بينور معرفش بقى ده اتحرق ولا ايه، وبيطلع ريحة شياط، في ريحة شياط كده فاهمين. ولحد دلوقتي والله عايزة اكلم التوكيل او اوديه او اجيبهم او يعني احاول ان انا اصلحه. لسه بقى ما اعرفش في ايه، رغم ان انا كنت لسه عايزه اعمل لكم فيديو ان قد ايه انا بحبه وقد ايه هو حلو قوي، وحقيقي بيطلع كيكات تحفه وبيفرم لحمه بجد ما شاء الله ما شاء الله. بقاله 5 سنين كان كويس جدا يعني، اعمل فيه اي حاجه، اللي هو بعمل فيه حاجات كتير قوي. كبه وقطعه المضرب دي اللي هي للكيكات والحاجات دي كلها بينجزني قوي فيها، اللي هو بدخل كده اعمل اي صينيه كيك في ثانيه بتاخدش مني حاجه، عبي 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 يلا بيطلع تحفه. فجاه اتصدمت كده. المهم خلاص ضربت كل دوت في الكيتشن اللي انا زعلانه عليه، اللي ادعولي يتصلح او قولولي اللي ليه اي تجربه مع الصدمه دي، قولي هو كده محروق ولا ايه، لاني لسه ما مش عارفه بيتصلح ولا كده خلاص كده افقد الامل ولا ايه اللي هيحصل. بس وحطيتها بقى في الفرن، بحطها على درجة، شفتوا اللي قاعدة تجري دي راحة جاية كده، اللي هو طب ليه المهم لمعت كل حاجة كده، لمعت كل حاجة. فيتو لا دي ليه، لا ده لي، ده ليه انا لا ده لي. لمعت كل حاجة كده بالجلانس للرخامة، وبعد كده دخلت بقى على ايه معمعة المواعين اللي بعد الكيكه. بحب دايما قلت لكم كده كتير واعملوا كده والله هتتبسطوا قوي، ان انا اخلص كل الحاجات اول باول عشان لما الحاجه تطلع كده من الفرن
تتبسطوا، اللي هو كل حاجه مخلصينها وراكم وايه طب ممكن بسجل لهم يا اوسي؟ ممكن بس بقول كلام انا مهم. هما مين؟ هم صحابي هنا اللي على اليوتيوب. ممكن ده انا اسمهم حبة الدليل ده. انا هي ايه ده؟ انا سبته هتقسيه. ترجموا بقى، ترجموا معايا، انا المترجم بتاعها اليومين دول. بس المهم ايه، خلصت كده، بخلص بقى كل الحاجات. والنبي بس الاول قبل ما اكمل لكم قولوا لي الكيتشن كده خلاص ولا خلاص ايه؟ اسيا سربتها، قولوا لي بقى كده الكيتشن خلاص يعني استعوض ربنا فيه كده خلاص، ولا في حل التوكيل هيحله، ولا هيقولوا لي كده خلاص الموتور اتحرق ولا ايه؟ بصوا، دوت كنت اصلا ماما كانت بعتة جايبهولي من السعودية، كان حد يعني قريبنا وكده راح تعمل عمرة، الكلام ده من وانا مثلا في ثانوي او في اولى جامعة حاجة كده يعني، زمان قوي. كان حد قريبنا راح تعمل عمرة وكده، فهي ماما قالت لها ايه خدي الفلوس وهاتي الاسراء من السعودية، علشان يعني يبقى ايه الحاجات في السعودية جميلة وبتبقى يعني خامات احسن وكده يعني. وبصراحة لان ماما برضو بتاعها كان نفس الكلام، كانت جايبه نفسها من السعودية ونفس الكلام، فعجبها قوي، فعشان كده هي عارفة ان الحاجات هناك بتبقى احسن، فكانت جايبهولي بالطريقة دي. يعني المفروض ان هو نضيف جدا والدنيا حلوة قوي، وفعلا ما حصلش حاجة، انا كنت بعمل العدس عادي جدا وسايباه لما يبرد يعني تلج، مش مثلا حاطه فيه حاجة سخنة ولا اي حاجة، ومش حاطه حاجه مثلا اكتر من ساعته ولا اي حاجه. انا مش فاهمه فعلا، فجاه بقيت شامه شياط وفجاه ده حصل من ايه؟ فانا بجد والله متضايقه عليه قوي، فقولولي هو كده في امل منه ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ عشان حقيقي ده بالذات في الكيكات، يعني انا الخلاط ما بستخدموش قوي غير علشان حظي، غير كل فين وفين، لكن في كل الكيكات بقى اللي على طول بجد بحبه قوي. بس فقولولي كده طمنوني الدنيا ايه ولا كده خلاص. كنت قبل يعني قبل ما اتجوز وكده كانوا بيقعدوا يقولوا ان ما تشتروش كل حاجة بنفس الموتور، اشتروا كل قطعة لوحدها، وبالمنظر اللي حاصل ده لو انتي عروسة جديدة فعلا اشتري كل قطعة لوحدها، علشان انا بمجرد ما هو دلوقتي موتوره باظ فكده بالنسبة لي موتور الكبة وموتور المضرب وموتور الخلاط كل بقى القطع بتاعته كده موتورهم عطلان. لكن انتي لو اشتريتي كل حاجة لوحدها يبقى كل حاجة هيبقى موتورها لوحده. بصوا نزلت بس سكينة كده في الكيكة، والتركة دي مهمة قوي، عامله لها فيديو مخصوص على انستجرام، هبقى اسيب لكم انستجرامي عشان بنزل عليه نصايح كده سريعة وحاجات بقى هزار وضحك وبتاع وكده مع بعض. هو ايه الحوار؟ ان انتوا تغطوا الكيكة بعد ما تطلع، تغطوها تحطوا فيها السكينة كده خلاص استوت وتمام، تروحوا مغطيينها بفوطه نظيفه، انا عامله لها الفوطه المايكرو فايبر دي، عامله لها مخصوص للكيكه، اول ما تطلع اغطيها بيها، تغطوها بيها يعني شويه كده لحد ما تهدى، وبعد كده بقى تشيلوها بقى الفوطه خلاص وتقطعوا براحتكم تعيشوا حياتكم، هتلاقوا الكيكه تفضل مرتفعه وما تهبطش ابدا. والتركه دي بصوا خدوا مني في الكيكه وما تدوروش ورايا زي ياسمين عز، خدوا مني وما تدوروش ورايا، عارفين انتوا؟ فخدوا مني في التركه دي وما تدوروش ورايا. المهم قطعتها كده، عارفين بقى الكيكه اللي تشرف كده، قطعتها وتمام. طبعا مش بقطعها كده، بقطعها شرايح كده، ايوه زي ما انتم شايفين كده بتبقى شيك قوي، وبعدين بحطها في علب. اليوم ده كنت طبعا هاخد العلبه معانا واحنا رايحين. بس انا عموما حتى لما بعملها بقطعها في علب وبشيلها في التلاجة. بصوا بقى شيلوها في التلاجة وكلوها تاني يوم، ما تاكلوهاش وهي سخنة كده. وبصوا قولولي رأيكم، يعني كلوا الكيكة بعد ما تغطوها وبعد ما تقطعوها شرايح كده وتشيلوها في التلاجة وتاني يوم وهتعجبكم قوي. وقعدت كده في استجمام الاول انا وكوبايتي بس كده. لحد هنا فيديو النهاردة كده خلص، ويا رب اشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير، ويلا باي باي.